بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لدرجة وانا كان من لبابتي أصول التفسير جيشن الفصل الخامس، قواعد التفسير. لو فصل برزان دو باس لخوي دقري. المبحث الأول تعريف قواعد التفسير وأنواعها، باس لبناسي بن سينكاني التفسير، قواعد التفسير زوركاني دكا. المبحث الثاني أمثلة تطبيقية لقواعد التفسير، تسنموني شي براكتيشي سبارت بم قاعدان الدين باس ياندكين بإذن خواهي قورا. المبحث الأول تعريف قواعد التفسير وأنواعها. وكو بيشتشيك تمهيد. تعريف القاعدة الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة. حكم شي كلية زي دبي لسر جزئيات كان الزور، يحسبون من قاعدي الفاعل مرفوع، فاعل مرفوعة، وقاعدة شي كلية كاتل هرشوينيك فاعلك ببيني حكمك يتسيا مرفوعة، مفعول به منصوبة لهرشوينيك لدواي فعل وفاعل. أجر فعلك متعدي دبي أو اسم دواي أوان ديتن دبيت تسي كاريجري. أجر فعلك لسروي أنزام دلابو دبيت مفعول به وحكمك يتسيا منصوب يتورد قريتن. بو كليات وجزئيات. كليات قاعدة كان يسمى، جزئيات كان بمبحث جزئيات كان تطبيق قاعدة كي للسروان. والحكم حكم ما بس يا برزان المراد عموم الحكم، جيري حكمك الذي يعني به أو يعنى به إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. دانا بالشتك بوشتيشي تر ذات إيجابة إثبات به أو سلب نفي به. إسناد برزان أما بلاغي عربيش أو مان هي فعل دادت الدواي فاعل أو إسناد شي فعلي لبو فاعل هو مبتدا خبر لبو مبتداش هو كبيدا قلت إسناد. كليتيا نظرا إلى أن الأصل في أعمال القاعدة أصل كاركان قاعدة انطباق على جميع دبيها مو جزئيات كان للجيري دا تيجاي ببيتها تطبيق بس أرهموي. وقد يخرج الحكم عن هذا الأصل بما لا يخل بكلية القاعدة. عندك زار هيئة مشاهدة كين اللي أصلك لا دا بلام خلل بقاعدة كناقيني، مثل قول إنه كل أنثى ولودا، يعني ولودا همو ميك دبي من ضالي ببي، همو ميك دبي من ضالي ببي، فهذا هو الأصل في الأنثى، أصل وهمي من ضالي دبي. بلام وجود العقيم من الإناث لا يخرم القاعدة. أفريديك أجر النزوج بو من ضالي نبو أو قاعدة كتير ناسي قاعدة كهرنا وشيتوا، بل الولادة لدايك بون أصل في كل أنثى، أصلا لو يكواها مو ميك من ضالي ببي. وخروج العقيم من باب مخالفة الأصل لعارض لا غير، أو عقيمك من ضالي نابه نزوك وشتيا أو مخالفة أصلي كريبا لم عارضك ريك هي أجنا أصل وأبيش من ضالي ببيتن. تعريف القاعدة التفسيرية. إذا تقر هذا فيمكن القول بأن القاعدة التفسيرية كاتك باسي قاعدة من بشي وشي عام كرت دين قاعدة تفسيري الحكم الكلي، حكم شي كلية الذي يتوصل بها بهي أو حكم كلية دقيبة إلى معرفة معاني القرآن الكريم جيشتن بات جيشتن، يعني زانيني معناي القرآن بيروس بلا معرفة صحيحة تجيشني شي درست أو بهي قاعدة كان. أنواع القواعد التفسيرية باعتبار الترجيح وعدمه. برزا من القواعد التفسيرية ما يستعمل من المفسر ابتداء من غير وجود الخلاف. هذه القاعدة التفسيرية كان هي كمفسر لسرتاب بكاريان هنا أو هي مخالفة تشينيا لبيتسوانا قاعدة وتقولي ببي أو هي بيتسوانا جهبه، وهي ما نسميه القواعد التفسير العامة، يعني قواعد التفسير العامة. قاعدة تفسير عامة أو هي بيتسوانا كان يعني بعام دي تطبيق دكريتن.
ومنها ما يستعمل عند الخلاف. هذه قاعدة ما هي اللي كانت خلاف في إسلام في دبي بكاردين بس قصدك بقصد الترجيح بين الأقوال، وهو ما يسمى قواعد التفسير الترجيحية أو كاتبان دقوتري قواعد تفسيري الترجيح كوات أو قاعدان بعام بكاردين قواعد عاما أو قاعدين لكات خلافة بكاردين أو قواعد الترجيحين. والأصل فيها قواعد التفسير عاما العامة أصلها قواعد تفسير عامة كان به، وأما قواعد التفسير الترجيحية فإنها تندرج فيها يعني جر عامة كان زي خوي دقاتها، لذا يمكن أن تكون القاعدة التفسيرية مستخدمة في الاثنين. بو دكري أما قاعدة تفسيرية كان لهردو حالات لعامة كو لترجيح بكاربين، ويمكن القول بأن كل قاعدة ترجيحية قاعدة تفسيرية، هم قاعدة ترجيحية قاعدة تفسيرية، بلام وليس كل قاعدة تفسيرية قاعدة ترجيح، بلام هم قاعدة عام قاعدة ترجيحية. بو قاعدة تفسير عامة كان عامن لجيروان خوارتر قواعد الترجيحية يعني نمريق لخوارتره. ومن أمثلة القواعد التفسيرية التي تدخل في القسمين لقواعد التفسيرية كان كوا بهردو قسم كان عامة كوت كبكاده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيمكن استخدامها في حال وجود الخلاف للترجيح بينها، ويمكن استخدامها مع عدم وجود الاختلاف. أو قاعدة لبهردو حالة هم لبو عامة كيك لحالة غير مخالف النبي هم لبو الترجيح كشجرهات مخالفي هبه. سمات القاعدة التفسيرية يعني شون قاعدة تفسيرية كانت دناسين وبرزان، ويلاحظ أن في القاعدة التفسيرية ما يلي أنها استقرائية. استقراء يعني سيا بمعنى أنها لا تثبت قاعدة تفسير إلا بعد شمول جميع أمثلتها واستقرائها للخروج بالقاعدة التفسيرية إلى حيز الوجود. يعني تودي هم جزئياتها كان سير ذكيت إنزا لو جزئياتنا قاعدة كتبو دروس دبيتن كوا أو قاعدة دي تطبيق دبي بسر هر هموي أو بيدا قلت لي استقراء يعني همون نمونا كان خويندراوته بدواي داتسوني بوكراوا. دوم يعني أنها قد تأتي كلية وقد تأتي أغلبية. قاعدة من هي كلين يعني هي استثناء تدانيا، قاعدة من هي أغلبية يفرمي وهي الأكثر زيادة. القاعدة كان أغلبينا يعني دكري استثناء الشيء تدابه بلام هر لأغلبية خوي دمينتن. سيم يعني أنها مشتركة مع أكثر من علم. قاعدة واحد زيادة لدو علما بكارديتن، وهي الأصل في العلمين يعني علمين الذين يشتركان في القاعدة كالتفسير وعلوم اللغة مثلا. قاعدة ما هي لتفسير بكاردي ولا العلوم اللغة بكارديتن يعني مشتركة لأنه من هردو علم. تشارم لسمات قاعدة تفسيري برز أنها تتعلق ببيان المعنى دبي أو قاعدة بيواندار ببرون كرنوي معنى. كواتو يلاحظ أن بعض من كتب في قواعد التفسير أدخل جملة من القواعد المتعلقة بعلوم القرآن وأصول الفقه وغيرهما مما ليس لها علاقة بمفهوم التفسير. امان يعني باس يشتك مع قاعده تفسير دبي بيوندار بس برون كنوي معنى قرآن. عندك لكتب تفسير مجموعة قاعدة كان ناو قاعدة تفسير بس كردوا أو أنا عاما بيوندار نبى معنى يعني بينا قلت لك قواعد تفسيري بلكو بيدو قلت لك قواعد في علوم القرآن يعني قواعد في علوم القرآن يعني قواعد في أصول التفسير لبرتي لبر أو بيواندارنيا بمعنى القرآن. ما دام بيواندارنيا بمعنى القرآن نابت قاعدة شيء تفسيري. النوع الأول القواعد يعني قواعد التفسير العامة. قواعد التفسير العامة كان برزان والمقصود بها القواعد التفسير التي يعملها المفسر مفسر بكارديني بوتي بكارديني لبيان معاني القرآن الكريم بو رنكرنوي معنى القرآن في حال عدم وجود الخلاف أجر خلاف نبه أو كاتي قاعدة تفسير عامة كان. ومن أمثلة قواعد التفسير العامة برز النموني أو ما يأتي ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره. أجر القرآن ناوي نهاتوا ناوي جندك شارك نقط راوا باس يشتق إبهام يعني بمهمي هاتوا سودينية باس شبكت سودينية باس يعني هي إفادة ناداتا وكويك خواي قلت فيلم وجاء من أقصى المدينة رجل أو رجل تشيبو
نازانی ناوی نهاتوە تۆ ناوەکەش ئەگەبرە هیچ سوودی نییە یان ئەو نمونەی تریشی سە کە دواتر بینی سەری باسەرە ئەو دارێکەوە ئادەم عەلەیهی سەلام دەگەر حەوا خواردیان چ دارێک بوو خوای گەورە باسی نەکرد دەرێ شەجەرە دارێک تەواو سوودی نییە تۆ گەسبێنی برێنە ئەوە گەنما برێنە سێوە هەر شتێکی تر هەبێ قاعدة تر حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له معمولك أجر نقطرا معمول فيه أجر نقطرا لفعلك دلالة عموم ددات أو كان هنا إسادين سري باسيان دكين سيميا مجيء الأمر مستقبلي أجر أمرك هاد ولا مستقبل بلام بصيغة فعل ماضي اشتكى لداها ترود دا بلان بفعل ماضي هاتي كأنما رويدها تفرمي لإفادة تحقق الوقوع ويكارويدها به خواهي قولي تفرمي أتى أمر الله فلا تستعجلوه لا سورة النحل باسي قيامت دكاترة قيامت هاتوا إخو قيامتنا هاتوا بلان ليرة بصيغة ماضي أتى فعلي ماضي نبتي ما بس لا شك أنه سيقع قمان لو دانيا كوارود ذات سؤالم يعني إنما قاعدة تر تفرمي يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب أما تزارها خلاف لكلمة كالإعرابك دبيني لما بين أفصح فصيحة دائما دبي أما حمل لسر شهام كان لسر أفصحكي نك فصيحك قاعدة الجملة الاسمية تفيد الثبوت قاعدة تفسيري هر جملة جاجر اسمي بو معناي ثابت بون زي غير بوني ددا ششم يعني الجملة الفعلية تفيد الحدوث هل جملة فعلي أجر هبه ما بس في حدوث يعني دوباره بونوا تدارو داتن حفتم قاعدة تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرا أجر تفسيرك السلف ما بيجي يشتبو بلام تفسيرك تفسيرك لغوي بو لروي لغة وتفسيري كردبو دبيت حجة ولروي لغة وتفسير دبي بوي بقارينو نابي بولاي أواني تر بقارينو هشتم يعني إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي أجر تفسيري لفظك بزياتر بمعناه لغوي هات بلام الصحيح أو معناه كمعناه الصحيح بو تحتمله الآية بلا تضاد تكش احتمال دكردون ندب وبيت سواني يكترش فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة ذكري أما تفسير تبهموا معناه كان كاحتمال بيكن على سبيل التنوع الوجوه في التفسير أو لو رويك وذكر ابن اختافك اختافك تنوع درسته نعم قاعدة إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أجر اللفظك بريزان يعني بدو معناها بو معناها حقيقة اللغة شرعيها بو حقيقة لغويها بو كما بيش عندخين قدمت الحقيقة الشرعية حقيقة الشرعية كيف بيش اللغوية كي دخين لأن الشارع تفرمي معني ببيان الشرع الشارع اللي رازيات المعنى الشرعية كيف يمرون كردوتها لا ببيان الألفاظ من جهة اللغة نقل روي لغة أو نمون اشتغال دين السير باسي عندك ديم قاعدة لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرف العرب من كلامها ناكرئة تفسير لفظة القرآن بكي بشتك كعرب نيزانبي أو معنى أو مدلوليها بيتن يصدم يعني عند تعدد معنى اللفظي أجر هاتو لفظك تسن معناه بو فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار لفظه كواتلي رأم السياق أو كاحتمال السياق دك أو مختار أو هرد بجرين إذ لا يكفي فيه الصحة إطلاق في اللغة ناك يتبدأ والله الروي لغة درسته بلا درسته بلام سياق يارمتي أو ددك أو سياق يارمتي بدأ لبشتبي أو هرد بجرين إنت وسيأتي في المبحث الثاني دراسة موجزة لمبحث دواتر باسي دكان لنماذج منها قاعدة دينينوا مع أمثلة تطبيقية في نمونية تطبيقي شي بسردا زي ذكري وقد تحتمل بعض الآيات القرآن أكثر من معنى عندك زارها آيات القرآن زيادة اللي يجمعنا دقري فيحتاج إلى الجمع بينها فيسمى بويكا أو معنانا كوب كينوا أو الترجيح بعضها على بعض بحسب نوع الاختلاف بينها يعني ترجيح لنوان أو اختلاف بكل ولهذا الترجيح قواعد بيانها فيما يلي هذه قاعدة ترجيحية كان لكاتبوني خلاف أجل نكرة جمع بكرة ذكري أما ترجيحي قولك بسر قولتر بكين النوع الثاني قواعد التفسير أو الترجيحية كان برزان والمقصود بقواعد التفسير الترجيحية القواعد التي يعملها المفسر بكاري دينه
لسكاتك عند وجود الخلاف كاتك بوني خلاف هيا بوتي بكارديني ليظهر الراجح من بين الأقوال المختلفة في بيان معنى القرآن الكريم. تن قولك يا تن معناك يا دين بهي أو قاعدنا أما قولك لو قالنا اختيار دكين ترجيح دكين. أهمية القواعد الترجيح في التفسير جرينجي قاعدة تفسيرية كان برزان ترجيحية كان لتفسيرها. قواعد الترجيح من الموضوعات المهمة زور جرينجا في أصول التفسير لأصول تفسيرها، وهي تمثل جزءا من كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير. برزان أو جرينجا كي لو إذا كاتبوني خلاف تسون تعرسوا كوتي لقردكي تقرأ اختلافي ووجودها بوني أو قاعدانا في تفسير من المعاني تفرمي تزيده قوة من جد لدو جهة يعني هيزمان بيد ذاتن هي كم من جهة المفسر جارية كم للروي مفسرك تفيد في اختيارات التفسير من جهة يعني زارد بين اختيارات خوي تلقاك من اختيار أوريدكم بهي أو قاعدة وفي توازن هذه الاختيارات من جهة أخرى أو زارد شون توازن بين اختياراتك كان فلا ترى هناك تفاوتا أو اضطرابا دبني جوازين نية تيكالتسون نية في الاختيار في المواضع المتماثلة متشابهة ليش أنا كبيك دسن ليك نزيكن أو كاتي تضارب وتفاوت درسنا به قوتي تشتر برزان لجهات تشتر من جهة القارئ أو كذا كده يخوين توا إذ يستفيد من هذه القواعد تعلما وتطبيقا هم لخويننا وهم لتطبيق كردنا فيربونا ثم يمكنه استخدامها فيما إذا شرع في التفسير كاتا قربية تفسير بخوين توا استفادة لو قاعدة نتاكاتن بو هالبجاردني قولك لو قولانك خلافي لسر هيا. ومن أبرز المفسرين المعتنين بقواعد الترجيح في التفسير لو مفسرين كوزور جرينجان بقواعد ترجيح دا ولا تفسير برزان يكميان محمد كوري جرير الطبري دوميان ابن جزي الكلبي الإمام ابن جزي التسهيل في علوم التنزيل باسي كده مجموعة قاعدة لسرتها لمقدمة كي خوي دبيت باسكاتن وكو قواعد التفسيري. ومن أمثلة قواعد التفسير الترجيحية برزان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره لهرشينك أجر خلاف هبو قولي كان تفسيري كان تفسيري نبوي بو تفسيري كان غير تفسيري نبوي بو يكسر به أو قاعدة تفسيري نبوي كبيش دخين قاعدة تر برزان الأصل في الأخبار والأحكام والعموم أصل وخبر عموم خبر حكم عام به ولا يدخلها الخصوص إلا بالدليل تخصيصي داخلنا من مغرب بلغها به كواتا هركس يقوتي أو عاما ببسي خاصي أمش تدرن بلغت كوا سيميان القول الموافق للسياق أولى من غيره هر قولك أجر موافق بي لأجر قياسي لبشت بي سياق ببورن أو لبشتره تسوارميان القول المشهور في اللغة مقدم على القول الأقل أو الشاذ أو قولك مشهورة للغة أو بيش دخين لسر قولي أقل شاذ بينزميان القول المجمع عليه أو قول الجمهوري مقدم على غيره أجر قولك إجماعي لسربويان قول أكثريي لسربو جمهوري لسربو أو بيش دخين لسر أو كسيك مفسيرك بتنيا تفسيري كردوا ششميان التفسير الموافق لترتيب الجمل في الآيات أولى من القول بالتقديم والتأخير هر تفسيرك أجر موافق بو لسر ترتيب آياتك وكو خوي لفظ كان أو بيش دخين لوي لو تفسيرك قبلين تقديم تأخيره أول بيش أويا نخر أو دوا دخلتن حفتم يعني الأصل عود الضمير أو ما كان بمنزلته إلى أقرب المذكور أصل الضمير بو أو اسمي بيش أخوي كاما نزيك بو يدجرينوا نكبرو بيشتري ببين هشتم يعني القول بالتوافق الضمائر أولى من تشتت مرجعها أجر جمليك هبو سن ضميرك هبو قولي قلتي أو ضميرانا لبو يك مرجعي دقريتوا أو لا بيشترها نوك دو ضمير لبو مرجعيك بي إسياميان لبو يشتري بتشكاوات جملة كانت تفكيك هل دوشين توا ليرا كوتاي بيدين إن شاء الله. وسيأتي في المبحث الثاني دراسة موجزة بس دراسات كرتي دكين لنماذج منها مع أمثلة تطبيقية لها درس داتو إن شاء الله دسين السر المبحث الثاني بس لأمثلة تطبيقية كان دكين بإذن خواهي قراء قاعدة كان دينينو نمونيا بسر تطبيق دكين بو أوي بو جويقر زياتر رونو أشكرا به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.